مع انتشار الترند وضع الاستطالة ووضع الانقباض والهاي انتنستي اللو فوليوم، وانت كمبتدئ انا عارف انك تايه وسط الكلام ده، بس علشان اخلصك من الموضوع ده صلي على النبي الاول وتعالى اقول لك. صدقني انت كمبتدئ مش محتاج تشغل بالك بكل الكلام ده خالص، كل اللي انت محتاجه بس انك تفهم انماط الحركة الاساسية للعضلة اللي انت هتتمرنها. يعني مثلا لما جيلك العضلة زي الظهر، انت مثلا مش محتاج غير الحركات الاساسية اللي فيها. لو جينا لاول حاجة زي الشولدر ادكشن، وده بتمرين بتعمله زي مثلا اللات بول داون. لو جينا للحركة التانية وهي الشولدر اكستنشن، بتمرين مثلا زي الشيست سبورت درو لما ايديك مثلا بترجع لورا. فالتمرين ده هيكون احسن بكتير من انك تقعد تشغل بالك بالالياك لات بول داون، واللي بيعتمد برضو على نفس حركة الشولدر اكستنشن، بهدف مثلا انك عايز تطور الجزء السفلي في اللات وانت لسه اصلا ما عملتش عضلة اللات. فانت مش محتاج غير اول تمرينين بس، ومعاهم السباين اكستنشن لما بتفرد عمودك الفقري بتمرين زي الباك اكستنشن. والاهم من ده كله انك تعرف تختار المدرب المناسب اللي يعرف يدير احمالك صح، يعمل لك المجاميع المناسبة بالشدة اللي انت عاوزها المناسبة لجسمك، ويكون معاهم نظام غذائي كويس مناسب لجسمك. واهم حاجة طبعا انك لازم تنام، ويكونوا نوم عميق. لو انت طبقت كل الكلام اللي انا بقوله ده مش محتاج انك تمشي ورا الترندات دي وتقعد تشغل بالك بيها. ولو انت بقى عاوز تختصر على نفسك الطريق وتعمل لك نظام غذائي وتدريبي مخصصين لجسمك، ابعت لي على الخاص اونلاين كوتشنج وانا هساعدك، ويلا بينا نعمل عظمة مع بعض.